حبايبي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبايبي حبايبي حبايبي، عاملين ايه؟ محمدة بتفطر معاك اهو. بصوا اللبن اللي محمدة بتشربه اهو. هو دوت والله، ولا طعم ولا ريحة ولا لون. عشان انا هو مش ان هو وحش يعني، لا، هو حلو وصحي وكل حاجة، بس انا مش متعودة عليه. بص، هنقول الاول الايه: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وصحبه وسلم. وده الزيت اهو برضو اللي انا ايه، اللي انا وريته لكم دوك. هو ده برضو اللي انا بطبخ منه اللي أنا للاكل. واللبن دوك اللي هو انا برضو ايه بشربه. هو مش وحش والله، هو حلو وفي ناس متعوده عليه، بس كمني انا متعوده على البلدي، فعشان كده انا مش متعوده على ده. انما هو ما فيهوش حاجه، ده ما فيهوش اي دسم ولا حاجه. خالي من الدسم، والزيت ده خالي من الكوليسترول. هنا بقى بقول لكم بصوا هنا نعمل الاكل. بص، كان لقيت عندي شويه فاصوليا صغيرين، ولقيت شويه لوبيا صغيرين، فالاتنين ما ينفعوش ايه طبخه. لا، هو ان كنت انا عليا النفس انا ينفعوني انا، حلو او رضا. بس طبعا ايه، ده يعتبر بيت عيله. حد يجي من العيال كده، فطبعا مش هينفع. ينفع بقى ان انا اكل واقول لهم ده الاكل على قدي؟ لا والله، لا والله، ده بألف هنا والشفا ليهم ولولادهم. هي تنزل وتبقى زي العسل وبعرف ابلعها الا بيهم. لا والله. ربنا يا رب يخلي لكم عيالكم وما يحرمكمش منهم، ويديهم الصحة يا رب، عيالنا كلهم يا رب. بص بقى، هنا انا حتى ما انتوا عارفين ان محمد اللي عارف محمد مع محمد من زمان، طبعا عارف ان هو انا ما بحمرش البصله، يا دوب بس بدبلها كده، عشان ما بحبهاش لا محمره ولا مصفره. اللي انا حطيتها دي شويه بابريكا، عشان طبعا انتوا عارفين القوطه وغلوها، وفي نفس الوقت حتى بتجيبيها. يعني هي مش عارفه، انا مش عارفه بقى بصراحه هي حلوه ولا مش حلوه، انا مش عارفه. المهم حطيت معلقه بابريكا، تبقى حلوه كده برضو في الايه، في الاكل. رحنا حاطين كده، وحطيت حتتين لحمه اهو، ونرمي بقى ايه القوطه كده. طبعا ام حماده ما بتوريكمش الطبخه، ام حماده بس يعني اهو، بطلع مع حبايبي. احنا كلنا بنتعلم من بعضينا. عايزه بقى احكي لكم على حكايه وانتوا تتفرجوا على الايه، على الطبيخ كده. انا كنت بجيب طلبات وركبت الميكروباص. اما ركبت الميكروباص رحت قاعده في الكنبه الاولانيه. لقيتها فاضيه بس فيها واحد، ومن ورا في ناس، ومن قدام جنب السواق في ناس. المهم رحت ايه قاعده، لقيت دي فاضيه ورحت قاعده. اما قعدت ايه، لقيت ايه واحد معاه شنط زي هندي باك كده، ما يعلم ربنا جاي من سفر، يعلم ربنا جايب حاجات يعلم ربنا بيه. المهم طبعا انا قاعده وايه وهو طبعا ايه تليفونه رن، انا ماليش دعوه. تليفونه رن مع نفسه، راح مطلع ايه التليفون، فراح ايه ما تعرفيش يعني، ما نعرفش دي مراته ويعلم ربنا، اخته ويعلم ربنا. عمال يقول لها يا صباح ما تطولي بالك يا صباح، ما انا جاي يا صباح، فيها يا صباح، ما انا جاي يا صباح. اللي جه عليه بقى يا صباح يا صباح يا صباح يا صباح وبتشنيكه. طبعا انا قاعده ماليش فيه، هو بيتكلم في التليفون مع ماليش دعوه، بس هو صوته عالي. يعني ما تقوليش ام حماده قاعده بتسمعه، لا، ده هو كان صوته عالي قوي ومسمع العربيه من ورا ومن قدام، وانا جايه لكم في الكلام اهو. المهم طبعا ايه، معاه الشنط، فهو جه هينزل قبل مني. فلما نجي ننزل قبل مني راح ايه بقول له ايه، انا بص بحط هنا الفاصوليا اهو، انا حطيت الفاصوليا على اللوبيا، هما الاثنين طبعا بقوليات، دي هتستوي ودي هتستوي. فانا لما لقيت دي صغيره ودي صغيره رحت حطاهم على بعض. هم هيقولوا لا، بس المهم ان انا ما كنتش هنزل اليوم ده اهو. اللوبيا على الفاصوليا، يلا والله العظيم كانت زي العسل، احنا كلناها بالهنا والشفا. رحت طبعا ايه، راح فضل ايه يقول ايه، يا صباح يا صباح يا صباح. فطبعا هو هينزل قبل مني، اما يجي ينزل قبل مني، فانا بايه، كل واحد ونيته كل واحد وضميره. فبقول له ايه، طب حضرتك تنزل وانا ناولك الشنط، عشان انت عارف يعني الكنبه وكده. راح عمل لي ازاي، ايه
ما توسعي يا اختي ايه، وصوت بقى ايه وصوت ايه. فانا بقول له ايه ده. قال لي هاتي. ايه ده انت كمان بتأمرني؟ انا استغربت المنظره. وبعدين زعلت من شخطته فيا، ولا انت تعرفني ولا انا اعرفك، كمان انت هتشخط فيا وكمان بتأمرني هاتي. اما طلعت فيا على غفله كده، بس والله العظيم هم يضحك وهم يبكي. المهم ايه، رحت طالعه غفله، قلت له انت بتزعق ليه؟ هو انت مش قادر على صباح جاي تقدر عليا انا؟ يا نهار ابيض، انا قلت الكلمه ومش عارفه اقول لكم ايه اللي حصل. لقيت السواق باللي جنب السواق ميتين على نفسهم من الضحك، الناس اللي من ورا عمالين يضحكوا على المنظر بتاعي وبتاع، هو نفسه بقى متبسم، ببص لشكله كده بقى متبسم من الضحك وعايز يضحك، بس انا مش، هو فوجئ اللي انا قلته له. بس انت اضطريتني، انت بتشخط فيا من غير اي سبب. وبصيت لقيته راح ايه، بدل ما هو كان زعلان اتبسم بالضحك وعمال ايه يضحك. والعربيه كلها السواق يقول لي والله ما انت نازله. قلت له انت هتاخدني فين يا عم؟ اقعد يا عم استنى نزلني انا اخرى هنا اهو. بعد بقى ما نزل هو يقول لي والله العظيم ده انت ست محترمه، ده انت ست محترمه. قلت له الله يخليك الله يخليك، هي طلعت مني كده انا مش عارفه عملت ايه. وبقى والله العظيم بقى كل العربيه عماله تضحك. احنا جينا هنا ايه لغايه الرز. كده الفاصوليا خلصت، واللوبيا انا حطيتهم الاثنين على بعض، والله كانت زي العسل. يعني دي ناشفه ودي ناشفه، ودي هتاخد سوا دي ودي هتاخد سوا دي، بس ديك لوحدها ودي لوحدها مش هتنفع. هنا انا سخنت ميه اهو للرز، بصوا اهو. قلت عشان كنت انا مستعجله بقى وكنا عايزين ناكل. عارفه يعني انا قلت ايه لرب حد يجي، وفعلا صح. ام كنزي جت بولادها، كلته قالوا لا ما كناش. اهو عملت الرز وميه، وديته ميه سخنه. هنا انا بوريكم، بص الفاصوليا بقى ولونها، بص الفاصوليا، معلش انا اسفه انا عندي جاتني زغطه. وادي الاكل اهو بقى، بص اهو. يلا بقى بألف هنا والشفا لكل اللي شاف، وبألف هنا وشفا لكل اللي كل. يا رب يكون الحكايه بتاعتي ضحكتكم يا رب. والله هي جت كده، والله ما بكذب، والله العظيم زي ما حصل. الحمد لله. اهو بصوا بقى الاكل اهو. يلا حبايبي بألف هنا والشفا. الفاصوليا واللحمه، وعملت شويه سلطه زي ما انتم شفتوا، والرز. يلا بألف هنا والشفا مع ألف سلامه. ودي كنوده الجميله اهي، هتقول لكم باي باي بقى، تديكم بوسه الاول. يلا اديهم بوسه عشان نقفل، يلا اديهم بوسه يا كنوز. بص معسله ومسكره ازاي، اديهم بوسه يلا. بتحكي لكم، هي بتحكي لكم بقى وهي جايه ايه اللي حصل يعني. يلا مع ألف سلامه.